السلام عليكم المشاهدين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وقبل ما نبدا نبغي نقول للناس اللي انضموا للقناه مرحبا بكم، وحتى الناس اللي مشتركين في القناه نبغي نقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى التعاليق الزوينين اللي كتكتبوا ليا. وكيف ديما جيت وما جيتش بيدي يا خاويين. اليوم جبت لكم قصه كوميديه وكتقتل بالضحك، وندوزو نيشان باش نبداو القصه ديالنا. سميتي سلوى، واليوم جيت نحكي لكم حكايتي وما جرى فيها، وغنبدا لكم القصه ديالي من الاول ديالها. انا فاش كنعقل على راسي كنت عايشه في دار جدي. في الاول ما كنتش عارفه علاش، حتى كنت فهمت ان الاب ديالي مطلق امي، وامي كانت خدامه وانا عايشه معاهم تماك. انا في الاول يعني فاش يلاه بديت كنتفطم، امي كانت كتسحب ليا اختي، وماين امي يعني جدي وجداتي هما الاباء ديالي الاصليين. المشكل ماشي في هذا الشيء كامل اللي قلت لكم. المشكل ان ديك الدار كانوا فيها عرام ديال عباد الله، من غير ملي كيجيو خوالاتي وولادهم. داكشي علاش الا بغيتي تقول الكلمه خاصك تغوت باش يسمعوك. من الاخر كنا واحد العائله هيطوكيه، ما تقدريش تهضري بشويه ولا تعاملي مثلا بالصواب وبالادب. كل شيء عندنا بالزربه وكل شيء عندنا بالغوات، وهكا كنت كبرت في هذا الشيء. كنت حليتي عينيا، كنت واحد البنت كيف ما كيقولوا شرعه، ما كتخلي حتى شي واحد يأذيها ولا يحقر عليها. وانا اللي كيقول لي كلمه كنقول له عشرة، واللي كيضربني كنتفو. مهم كنت قبيحه من الاخر. بقينا هكاك حتى لواحد النهار دخلت المدرسه. كنت واحد البنت اللي كتقرا مزيان وذكيه. المهم بقيت غاديه وكنكبر، حتى حاجه ما تبدلات، بالعكس كنت غاديه وكنقصاح. وخاصه في الوقت فاش كنت في سن المراهقه. البنات كاملين كان الصوت ديالهم رقيق وكيدوي بشويه، الا انا كنت الا هضرت معاك نزعزع لك المخ ديالك. كنت كنهضر بالغوات واللي سمعني يقول غير مضاربه، وانا غير كنهضر وناشطه. ما عرفتش البنات كيفاش نوصف ليكم، ولكن الهضره ديالي مثلا الا هضرت معاك كنبان معصبه، وانا غير كنشرح لك عادي، ما كاينش غرام ديال المشكل. المهم غنبدا نكبر حتى غناخذ الباك ديالي، ومن بعد غنتقبل في المدرسه العليا للتجاره والتسيير. المهم غنبدا فيها قرايتي، وهنايا عاد غتجيني المراهقه، وعاد غيجيني الباس وغيجيني نتقاد، وغنولي نقلد البنات ونهضر بشويه. كنحاول، اما في دارنا ما يمكنش نهائيا تهضري بشويه، لان الدار كيف ما قلت ما كانتش كبيره بزاف، وكانت فيها الجوقه ديال عباد الله. كلشي كان كيهضر بالغوات، يعني بحال ولاو عندي جوج شخصيات. الشخصيه اللي في الدار الهيطوكيه، والشخصيه الاخرى ديك البنت المهذبه والمتوله ومصيوبه. مهم راكم عارفين هي هاديك بقات الامور هكاك حتى خديت الدبلوم ديالي، ومن بعد توظفت في واحد الشركه. دازت مده حتى لواحد النهار غنتلاقى بواحد الكليميني، واحد الدري ولد عائله، حتى هو قارئ وخدام مزيان. المهم السيد كيف شافني بقى عليا سالي سافا وديك الهضره. المهم بقيت كنهضر معاه وغادا معاه في السيستيم. ويا البنات غادي ندوز معاه 6 شهور، 6 شهور ديال الحب والغرام، و6 شهور ديال التليفون. كنقول ليه الو حبيبه كي داير، لاباس عليك؟ بعض المرات كيقول لي جهدي صوتك، كنقول له هذا هو الجهد ديالو.
المهم بقيت كنتعامل معاه على هكا، داكشي ديال الانوثه وداكشي كيف ما قلت لكم ديال الحب والغرام. في التالي كنت عجبته بزاف وهضر مع والديه وقال لي غادي نجي باش نخطبك من عند والديك، وانا نقول له مرحبا بك، اجي في اي وقت بغيتي. المهم كنت علمت مالين الدار وكنت علمت حتى الوالد، كنت قلت له واحد السيد غادي يجي يخطب فيا. الامور كامل تيسرات وجدنا على ود هادوك الناس، وكنت دويت مع عائلتي وقلت لهم كنقسم فمي بالله وشي واحد يرفع صوته حتى نقطعوا ليه. قالوا لي هاي 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 شفناك غير كبرتي ووليتي تدخلي علينا الفلوس وتدوري معانا، صافي درتي علينا. قلت لهم غادي تحشموني مع الناس راه من دوك الاليبا اللي كياكلوا بالفرشيطه والموس، ايوا جمعوا معايا راسكم. المهم العائله كامل قالوا لي واخا لالا، وفعلا كانوا داروا لي خاطر في هذاك النهار. المهم البنات دوزنا هذيك الخطوبه، ومن مورا هذاك الشيء كنت قلت للسيد بلا ما نبقاو في ديك خيطيبيطي، صافي دوزنا الخطوبه والتعارف ما بين العائلات. دابا نوجدوا راسنا ونتلاقاو عند العدول باش نطيحوا العقد، ومن موراها نديروا العرس. وديك الساعه نمشي معاك. السيد كان موافق على هاد الشيء. صافي بدينا كنوجدوا راسنا، كان هو ديجا عنده الدار، بدينا كنفرشوا فيها، كنقادوا الامور كامله، ومن بعد كنا جمعنا الوريقات ومشينا انا وياه وتكاتبنا وحددنا الموعد ديال العرس، وكنا درناه في القاعه. يا البنات كيفاش كانت دايره، والنقافه ما نقولش ليكم، والكوافوره والجروب. مهم عرس من اعلى مستوى، خسرنا فيه الزبابل ديال الفلوس. وطبعا العائله ديالي الماسونه كانت حاضره. انا في العراضه كنت عزلت وكنت عيطت غير على الناس الاليبه في العائله، واخا كيف ما قلت لكم حتى عائلتنا من طرف كلشي هي طوكي. انا ماشي كنقول لكم شمكاره ولا لا، خوالي كانوا داخلين سوق راسهم وداك الشيء، ولكن ما عرفتش كيفاش نوصف لكم. كانوا حرشين في الهضره نتاعهم، كيهضروا بالغوات وضحوكيين ونشوطيين، ما تقولوش. مهم عائلتنا كانت في شكل، وكل شيء عندهم بالغوات، وكل شيء كيهضر معاك بحال مضارب معاك، وما عندهمش نهائيا ادب الحوار. يعني هذاك يهضر والاخر يتسنى حتى يسالي، لا هذا كيهضر وهذا كيهضر. وحتى كنجلسوا وسط من هاد الشي كامل، حنا كنجلسوا وسط من هاد الشي كامل والله حتى كنتفاهموا. المهم كتفهمي داك الحوار فين غادي. المهم البنات كيف ما قلت لكم في العراضه نقيتهم الناس اللي فيهم الضو ووصيتهم وقلت لهم ما تحشمونيش مع عائله العريس. قالوا لي كوني هانيه. المهم جاو وحضروا. كيف بدا الدي جي خدام كلشي بدا كيشتف. اش غنقول لكم البنات، شي شطيح ما هو شطيح، وواحد الحاله ما هي حاله، والراجل مسكين غير كيشوف. اما عائلته مساكن كلهم بقاو حالين فمهم. المهم دوزنا هذاك العرس بالكشايف، ومشيت انا والراجل. المهم بقيت انا كيف العاده على التمثيل ديالي. اصلا هذاك الجو ما بقاش كيعجبني ديال الغوات. بقيت كنهضر معاه بشويه، وراجلي كيهضر بالاداب وبالصواب. المهم داكشي ما نقولش ليكم عليه. وانا عجبني الجو وكنت عايشه معاه بخير وعلى خير، والامور طبيعيه. نهار اللي كيقول لي نمشيو لداركم كتشدني الريضه،
كنهز التليفون ونعيط ونوصي ونعيا ونقول لهم الله يرضي عليكم الا جا الراجل دويو غير بشويه ودويو واحد بواحد وحيدوا عليا المواضيع ديال الزمر، ما تهضروش فيهم. وكيقولوا لي واخا كوني هانيه. تخيلوا معايا البنات كيف كندخل كيهضروا معاه بالصواب والاداب، عاد واحد شويه كلشي كيشعل وكلشي كيهضر الهضره خطره وحده. راجلي ما كيفهم والو، كيبقى غير كيشوف فيهم ويشوف فيا ويقول لي سبحان الله اللي شافك ما يقولش هذه عائلتك، انتي تبارك الله حنونه وظريفه وصوتك ما كيتسمعش، كيفاش كنتي عايشه معاهم؟ وانا كنقول له راه ما كنتش كاع كندوي معاهم. المهم السيد غادي معايا على هذاك الريتم مسكين عند بالو، حتى انا كيليميني ودريويشه والله يعمرها دار. وانا كنت شاده في الدور مزيان، واخا كيعصبني كنحاول نحل مع داكشي بالعقل والحوار وبشويه عليا. واصلا في هذاك الوقت حتى البلاصه اللي كنت خدامه فيها والناس اللي خدامه معاهم ما يمكنش نهضر معاهم بلغوات والطريقه ديالي القديمه، بحال انا بديت كنربي راسي شويه بشويه. ولكن كيف كنقول لكم البنات اللي فيه شي راه فيه. المهم بقيت مع داك الراجل حتى غندوزو انا وياه 5 شهور. واحد النهار كنا في السونتر في، انا بعد الاشاره كاينه في كازا. المهم كنا في السونتر والدنيا كانت عامره وكنت راكبه معاه في الطوموبيل، هو ضارب لك كوستيم وانا ضاربه لك واحد الجيب واحد الركبه وليبه وزبيبيت ديال الطالون وقويميجه من الفوق. وما نسالكمش السويكه البنات، ما نقولش ليكم داكشي ديال الكليمينيات. وخارجين وكنضحكوا وكنهضروا حتى لواحد الوقيته الطوموبيل ديال راجلي غتقيس واحد الطوموبيل ديال واحد خينا قدامنا، وراجلي عنده حديده. وهذاك السيد اللي قدامي صراحه ماشي حقرته ولكن عنده برويطه، وفوق من هذا الشيء هو اللي غلط. المهم راجلي كيف قاس ليه الطوموبيل كان وقف وماشي قاسو، راه ضربونيت. المهم انا شديت راسي ديك الساعه وكان الزحام وراجلي كان حيد الوراق زعما يعيط لاسيرونس ديالو ويشوف شنو يديروا معاه. يصيفطوا ليه الكونستاتور ولا ديباناج ولا المهم يديروا معانا شي حاجه شي حل. هذاك السيد مول الطوموبيل الاخرى نزل ومرتو حداه وقشله ديال الدراري وكشاكشو خارجين، وجا كيخبط في الطوموبيله ديالنا وكيقول لراجلي واش ما كتشوفش شكون عطاكم البيرمي، وكيغوت على حر جهدو. راجلي تخلع نزل من الطوموبيل ويقول له غير بشويه ما وقع والو، احنا غادي نشوفو نعوضوك ونشوفو كيف نديرو معاك. انا كنقول ليه واسي فلان غير بشويه. والسيد فاش بان ليه راجلي كي قليول وداك الكوستيم والسيد بليل لقو مزنق من الحنيكات بحال بغى يحقر عليه. المهم بدا كيغوت وكيعرعر علينا تماك وكيقول ليه انت شكون اللي عطاك البيرمي وانت ما لاقي ما يدار حتى باك شاري لك الطوموبيل وهذا. هو يقول ليه وانت خرجتي عليا وانا ما عنديش الوقت. راجلي كيقول له كل شيء غادي يتحل وهكا وانا كنقول له والراجل احترم راسك ودوي بشويه. وكيقول لي انا ما دويتش معاك، انا دوي مع هاد البوكيمون. المهم مني منك. المهم السيد ما بغاش نهائيا ينزل. كل مره كنقول له تهدن
مرتو حتى هي بدات كتجعوق: خسرتوا لينا الطوموبيل، ما خسرتوا لينا الطوموبيل. انا البنات تماك عييت ما نصبر، ولكن هذيك الهيطوكيه اللي فيا لداخل خرجات، وانا نقول له: واش شريف والحماله، ياك ما سكت لك شويه وبنت لك المينيا وبغيتي تحكر عليا؟ جمع الشريف راسك شويه، نتوما بنادم يدوي معاكم بشويه كتحقروا عليه. انا راجلي ما رديتش ليه البال، هو مسكين كان في حاله ذهول، ما عرفش بالضبط شنو واقع. المهم هذاك الجلاخه اللي خرج ليا على حياتي بدا كيتهز وكيخبط لي، كيتخبط عليا وكيقول لي: سكتي ولا نقسمك. قلت ليه: الا كنتي راجل ام صغرت عليك امك مد عليا يديك. الا ما نوري لوالديك ونطيح عليك هنا باطل ونجمع عليك امه لا اله الا الله راه ما كانت تسماش. وفي هاد اللحظه راه ديال عباد الله دايرين علينا من غير الكلاكسون والتجعويق والزحام. وما نقولش لكم واحد الحاله، مهم الناس كيقولوا لي: الله يهديك اختي، الله يهديك، ما الله يهديك، ولقاو الحل ما تضاربوش. قلت لهم: علاش نضارب معاه؟ هو اللي بغى يضربني هنا، هنا قدامه، انا قدامه ومستعده وما عندي ما ندير. هاد النهار باغا ندورو غير في الكوميساريات، ها انا ضربني ولا ضربيني حتى انتي، حيت مرتو حتى هي كانت كتغوت. قلت له: واش حتى هو عنده برويطه وجاي كيغوت عليا؟ دوينا معاه وقلنا ليه: ها هو السيد الكونستاتور غادي يجي ويقيد. وداك الشيء اللي جاه ياخدو. هو يقول: لا انا الكونستاتور ما الكونستاتور. قلت له: اشنو بغيتي ندير لك مثلا؟ قال لي: خلصيني. قلت له: شنو هو نخلصك؟ راه الريال ما غتشوفوش من عندي. قبيله فاش كنا كندوي معاك بشويه وقلتي قداوا قدا خاصني كون عطيناها لكم مشيتي بحالاتك، بالحق دابا بربي الدرهم ما تاخدو. جلس حتى يجيو البوليس ولا دير داكشي اللي فراسك، شغلك هذاك، ولا سير بحالك. ولا المهم البنات هادشي اللي كاين. قلت له: انا هنا بتنبت ما عندي ما يدار. المهم السيد بداو كيهضروا معاه الناس وجاو عندي الناس: حقا ما حقا تفهموا. قلت له: والله ما ياخد من عندنا الدرهم، رب المعبود ما ياخد الدرهم. شوفوا طوموبيلتنا كيفاش دايره وشوفوا طوموبيلتو كيفاش. طوموبيلتنا تخمجات وما عنده ما ياخد من عندنا. بغى يجلس، بغى يمشي الله يعرضو السلامه. حنا ديجا داك الوقت عيطنا على الكونستاتور جاي في الطريق. المهم هي هاديك السيد بقى كيدور من هنا حتى عرفنا ان لاسيرونس عنده مقاضيه عليه. شاف حتى هي ورك على الكسيراتور وكان وزاد. وانا وراجلي وقفنا حدا الكونستاتور حتى جا، وعاودنا ليه البلان وقلنا ليه السيد مشى وعطينا الرقم ديال الطوموبيل ديالو وكان مشى. المهم راجلي ما دوا معايا ما تكلم. مشينا تغدينا وموراها مشينا نيشان للدار. دخلنا السيد كيشوف فيا وما كيهضرش وما كيتكلمش، وانا حاولت نرجع هذيك البنيته الزوينه وديك البنيته الظريفه اللي كتهضر بشويه. المهم دخلنا، الراجل مدوى ما تكلم، بقى غير في التليفون ديالو، كل شويه كيشوف فيا وكينزل عينيه. عرفتي واحد خايفك لا تضربيه بحال هكاك. المهم انا كنشوف فيه وما بغيتش نعيق، قلت نخلي الامور دوز هكاك. غادي دوز هذيك العشيه وغادي يوصل الليل،
غادي نتحشاو في بلايصنا وغادي ننعسو. المهم جويه هديك 2 3 حتى كنحس بظهري فزق، وانا ما عرفتش باش تبليت وكنقول اش هادشي. في الاول ما كنتش عارفه راسي واش كنحلم ولا بصح، حتى حليت عينيا القيصه اللي غنقيس ظهري كنلقاه فازقه البنات. شميت يديا كنشم ريحه البول حاشاكم. جمعت الوقفه وشعلت الفيوز حتى كيبان ليا الراجل حوايجو فازقين والبلاصه فين ناعس اللي زار فيه دواره ديال البول. وانا فاش شفت هذاك المنظر ما عرفتش باش تبليت وكنقول اويلي تمال هذا الراجل شنو وقع ليه. صافي كنت نط وشعلت الضو ديال البيت ديال النعاس. فيقت الراجل وقلت له نوض. انا ما عرفتش شنو وقع. المهم السيد ناض وفاش شاف هذيك الحاله السيد تلف وكيقول لي اش هاد الشيء. كنقول له ما عرفتش. المهم مشاني شال الدوش دوش وانا دوشت وبدلت عليا هذاك الشيء. مشى حتى هو نعس في الصالون وانا نعست في البيت. ومن ديك الليله الى يومنا هذا ولينا انا وياه بحال الخوت في نفس الدار. كنهضروا وكنخرجوا ولكن عمرو مازال قاسني ولا قرب ليا. وفاش كنتناقشوا اولا مثلا كنهضروا على شي حاجه هذاك الشيء اللي قلت هو اللي كان. ما كيبقاش يتناقش معايا كيف ما الاول ويعطيني رايه. مثلا دابا كنقول له هذه حمراء وهي خضراء كيقول لي حمراء وكيسد الموضوع. من غير ملي كنكونوا جالسين وكنشوف السيد ملي كيشوف فيا كنشوف فيه كيحضر عينيه ولا كيدير شي تصرفات ولا كيدخلوا الشكل الراس. في الاول ما تسوقتش وقلت الدنيا هانيه يمكن تصدم فيا، ولكن البنات هادشي زاد على حده. هادشي اللي كنعاود لكم دابا داز عليه شهرين تقريبا، شهرين ونص، والسيد الى يومنا هذا باقي نفس التصرفات. هو البول من ديك الليله ما بقاش بال، ولكن ولا كيحاول انه يتجنبني وما يتعاملش معايا خايب وما يعصبنيش. بزاف د الحاجات كنت كنتناقش معاه فيهم. مثلا كان كيخلي الحاجه في بلاصتها ولا صباطو ما كانش كيردو لبلاصتو ملي كيرجع من الخدمه. دائما كنقولوا رد صباطك لبلاصتو. ومن نهار وقع المشكل السيد كيرد صباطو وكيحطو في بلاصتو حوايجو حتى هما كيردهم بلاصتهم بحال السيد خايف مني ولا ما نعرف. وفي نفس الوقت مدخل لي الشك انه مادام هاد السيد ما باغينيش يتفارق معايا. انا البنات اليوم ما عرفتش كيفاش نتعامل معاه. وفي نفس الوقت الموضوع كبر. كنت كنخلي المشاكل مع الوقت يتحلوا بوحدهم شويه بشويه، ولكن كيبان لي السيد هذاك الشيء اثر عليه. وتخيلوا الراجل ولا كل ما كنهضر معاه ولا كيتراعد. والمشكل كنهضر معاه غير بشويه. انا ما عرفتش البنات شنو وقع ليه واش هو تصدم فيا ولا ما عرفتش البنات. ما عرفتش. اللي عارفه ان علاقتنا من بعد هذاك النهار تغيرت 180 درجه. انا اليوم جيت كنعاود لكم قصتي حيت بغيتكم تنصحوني كيفاش نتعامل مع هذا الراجل. كيف ما قلت لكم خايفه نفتح مع عاوتاني الموضوع ونصدقوه في كتر.